مين بيعرف انه جميل الحسن هو السبب الرئيسي بإلقاء القبض على وسيم الأسد؟ جايب لكم آخر مكالمة من وسيم الأسد مع جميل الحسن وهو بيترجاه كيف يقابل السيد رئيس أحمد الشرع وكيف وشلون بخصوص موضوع كتير ضروري بيخص البلد. تابعوا معي التسجيل. كيف حبيبنا، كيف بدي اتواصل مع القصر؟ مع مين بدك؟ يعني بدي اتواصل مع السيد احمد. ما بصير غيره؟ هلا بصير غيره، بس بالنهاية انا اذا بدي اتواصل يعني بدي كلام من الرئيس شخصيا، يعني مو من اي حدا. طيب بس نعرف ايش الموضوع وما بحكي لحدا طبعا. هلا انا بعرف اكيد عم تسجل لي المكالمة وبجوز تنشر لي اياها على الفيسبوك، بس ما في مشكلة يعني، ما أنا قصة. لخبرك شغلي. ايه، انا ماني ولد. اول شغلة يسعد دينك، هي اول هي كلمتك، هي مقولتك. انا ماني ولد، يعني انا ما بشتغل شغل ولاد وشغل مسخرة يعني. حبيب القلب. اكيد لو ما في شيء بيخص البلد ما بتتصل، او بهم الموضوع انت بدك تحكي في شيء بجوز تسأل عليه. هي ما لعبي. هلا انا حابب انه اجي على الشام يعني، بس بتعرف مهددة حياتي ومهدد الف قصة وهيك. يعني حاولت اعمل لك تواصل طيب مع مسؤول حقيقة ثاني تحكي انت فيها؟ معلم انت ادرى كواحد كوضعي وكهلا الوضع اللي موجود، يعني مو كل الناس هيئة، انت عم تفهم علي، مو كل الناس امن عام، ففي خطورة بالقصة، صح؟ تمام. هلا تقريبا الوضع شبه يعني صار مضبوط تقريبا يعني. هلا عم نسمع في تحسن الحمد لله، والله يتم الامن، بس بضل في شيء فلتة. طيب بدي اسالك سؤال. يعني اذا انت بدك تحكي معه في شيء مقابل، يعني في شيء انت بتعرفه ولا انت ما عندك شيء؟ في شيء بعرفه؟ يعني قصدي انه في شيء بدك تحكيه، يعني مثلا مقابل رجعتك، ولا هي فقط انه بدك تحكي انه بدي ارجع؟ هلا اول شغله ما حدا بيحط شروط على الرجعه على وطنه، هو ما له حكر الك يعني، ولا هي انا بالنهايه جنسيتي سوري ومواطن سوري، صح ولا لا؟ ثاني شيء انا ماني ملطخ بالدماء، هي نقطه ثانيه. وثالث شيء انا كنت بعمل مسيرات واكثر من، يعني كيف انت بتعمل كنت هيك انا عامل، يعني بيجي بتضحكنا انك انت كنت تأيد. طيب انا ما بقول لك تقول لي ايش بدك تحكي، عرفت كيف؟ يعني انا بقول لك انه